النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة، وهذا من أكبر انتصاراته، دعته كبار بيوتاتها إلى أن يبيت عندهم، فماذا قال؟ قال: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن الشرك أخطر ذنب نهى الله ورسوله عنه، وهو أعظم ذنب عصي الله تعالى به، وما أرسل الله تعالى الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل التوحيد وتحقيقه وتكميله، وللنهي عن الشرك ووسائله ومداخله. ومن أعظم الوسائل التي تبطل التوحيد وتوقع الناس في الشرك العكوف عند القبور وتعظيمها والدعوة إلى التعلق بها بطريقة أو بأخرى وتحت أي تعليل أو مبرر. ولقد انتشر مقطع مصور من برنامج سواعد الإخاء ظهر فيه الدكتور راتب النابلسي وهو يروي حديثا باطلا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمر أن تنصب له خيمة عند قبر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، وهو الذي لعن اليهود والنصارى لأنهم بنوا على قبور أنبيائهم وصالحين. فهذا كذب صريح ودعوة ضالة لتعظيم القبور، وباب شر يروج له بين المسلمين. فالواجب الحذر، كل الحذر، من تصديق هذا الكلام أو نشره أو استحسانه أو تبريره أو الدفاع عنه أو عن قائله أو الاغترار به وبمن جلس معه وسكت عنه. فالتوحيد أحب إلى قلب الموحد من كل شيء، كيف لا؟ وما خلق الله تعالى الجن والإنس إلا من أجل التوحيد.